التاريخ بدأ منين؟ طيب، رسل ربنا كانوا عايشين في أنهي عصر؟ الله، طب هما الفراعنة كانوا بيؤمنوا بالله؟ طب فرعون موسى كان عايش في أنهي أسرة؟ هنبدأ حكايتنا بسؤال: إمتى بدأ التاريخ؟ هل بدأ من عند سيدنا آدم ونزوله إلى الأرض؟ ولا بدأ من عند اكتشاف البشر الكتابة من حوالي 3500 سنة قبل الميلاد؟ ولا مزيف لحساب حضارات تانية؟ دايما لما بنيجي نحكي أو نتكلم عن أي حاجة في التاريخ بيبقى دايما في شكلين للحكاية. أول شكل وهو الشكل الديني، وهم 25 نبي ورسول نزلوا على الأرض. والبداية من عند سيدنا آدم أبو الخلق أجمعين. والبداية الفعلية للتاريخ ونزول البشر على الأرض. بعديه سيدنا إدريس وسيدنا نوح. صاحب أشهر سفينة عرفها البشر ورمز النجاة في جميع الأديان. وبعده سيدنا هود وصالح وسيدنا إبراهيم. اللي جه من نسله سيدنا إسماعيل أبو العرب وسيدنا إسحاق. ومن بعد سيدنا إبراهيم سيدنا لوط، ومن بعدهم إسماعيل، ومن بعده سيدنا إسحاق، ويليه يعقوب، ومن بعدهم سيدنا يوسف. وسيدنا يوسف هو عزيز مصر وحاكم خزائن الأرض، وضرب لنا المثل في الأمانة وقوة الإرادة. ومن بعديهم سيدنا شعيب وسيدنا أيوب، ومن بعده ذو الكفل وسيدنا موسى. وسيدنا موسى اللي تحدى فرعون مصر وليه معجزات تانية كتير. ومن بعده سيدنا هارون وسيدنا داود وسيدنا سليمان. وسيدنا سليمان هو اللي حكم الأرض وتسخر له الجن وكل ما على الأرض لخدمته. ومن بعده سيدنا إلياس واليسع، ومن بعديهم سيدنا يونس وسيدنا زكريا، ويليهم سيدنا يحيى، ومن بعدهم سيدنا عيسى. وختام الأنبياء والمرسلين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نيجي للحكاية الثانية والشكل الثاني لمعرفة التاريخ. بدأ لما الإنسان القديم اكتشف الكتابة، والكلام ده كان من 3700 سنة قبل الميلاد حسب اختلاف الحضارات. والحضارة المصرية بدأت من عند الملك مينا أو نورمال، وهو اللي أسس الأسرة الأولى ووحد مصر من الانقسام. وهو اللي أسس الأسرة الأولى اللي بدأ من عندها التاريخ. ومن الأسرة الأولى للأسرة الثانية، ودي فترة العصر العتيق من حوالي 3100 سنة إلى 2690 قبل الميلاد. ومن بعدها عصر الدولة القديمة، أو بمسمى آخر عصر بناة الأهرامات، وده من بداية الأسرة الثالثة للأسرة الثامنة. وجينا العصر الإضمحلال الأول، وده كان في عهد الأسرة التاسعة إلى العاشرة. وده بسبب ضعف واضطرابات الدولة الداخلية وكمان سيادة الفوضى فيها. ودخلنا في عهد الدولة الوسطى، ومن الأسرة ال11 إلى الأسرة ال14. وفي الفترة دي اهتمت الملوك بالتوسعة الخارجية من حوالي 2060 إلى 1710 قبل الميلاد. وجينا العصر الإضمحلال الثاني اللي بدأ من عند الأسرة ال15 إلى الأسرة ال17. وفي الفترة دي احتل الهكسوس الأراضي المصرية، وأشهر قادة حاربوا الهكسوس في الفترة دي، وعلى رأسهم الملك كاموس وأحمس. ودخلنا في عصر الدولة الحديثة اللي بدأت في فترة الأسرة ال18 إلى ال20، واشتهرت بالإمبراطورية المصرية، واشتهرت كمان بالمعابد اللي اتعملت في الوقت ده. ووصلنا في العصر الأخير اللي اتسمى بعصر الإضمحلال الثالث، اللي بدأ في الأسرة ال21 لل25، وغزو الأشورين للبلد. ومن بعد الأشورين بدأت الأسرة ال26 إلى ال31، وحصل على البلاد الغزو من قبل الفرس. ووصلنا لسنة 333 وبدأ عصر جديد على مصر، وانتهى التاريخ الفرعوني بدخول الإسكندر الأكبر مصر، واندمجنا مع الحضارة اليونانية وبداية الدولة البطلمية. والفترة دي اتسمت الفترة الهيلنستية، بداية من 332 قبل الميلاد. وجينا بعديها فترة العصور الوسطى الإسلامية، الفتح الإسلامي لمصر. وانتهت الفترة دي بدخول جيوش المسلمين بقيادة عمرو بن العاص لدخول الإسلام مصر سنة 640 ميلاديا ل 662 ميلاديا.
ومن بعدها الدولة الأموية، وجت من بعديهم الدولة العباسية، ودخلت مصر عهد الدولة الطولونية، ومن بعدها رجعت للدولة العباسية التانية وللدولة الإخشيدية، وجت بعدها الدولة الفاطمية، ولغاية وصول صلاح الدين الأيوبي أبواب مصر، وبدأت من بعدها الدولة الأيوبية، وسقوط مصر في يد المماليك، وأخيرا الغزو العثماني وقيام الدولة العثمانية. وبعد محمد علي وأولاده والإحباط اللي عملوه الجيل كامل في الثانوية العامة، ودخلت مصر الفترة الحديثة ودخول الاحتلال الفرنسي على مصر، ومن بعده الاحتلال الإنجليزي، أخيرا استقلال مصر على إيد الضباط الأحرار. أحداث كتير مسطر التاريخ جميع المواقف العسكرية والسياسية ما بين ثقافات شعوب، وما زلنا بانيين الحضارة ومعانا التاريخ اللي نقدر نحكي ما بين حكاوي، حروب، سلام، سياسة. كل حكاية ودايما بتبقى ليها بداية. سلام.